السلام عليكم أحبتي أصدقائي متابعين مطبخ وأفكار سلامة، شلونكم؟ عيني جمعة مباركة عليكم يا ربي. اليوم حابة أسوي لكم طبق عراقي بامتياز، أكلة تراثية قديمة نسميها حامص شلغم. طبعا تختلف من منطقة إلى منطقة بالعراق. يعني أنا اليوم راح أسويها على طريقة أهل كربلاء، يعني من المطبخ الكربلائي. إحنا المطبخ البغدادي نسويها ويا جريش ونسويها حمرة، وقسم يخلون بيها حمص، قسم يخلون بيها عدس، هيك عددت. بس أنا هاي أشوفها كلش لذيذة وكلش طيبة ومهمة طبعا. هنا أنا عندي 3 أكواب من طحين التمن اللي هو طحين الرز. يعني خف متابعيني من المغرب العربي والبلدان العربية، الطحين التمن بالعراقي هو طحين الرز. 3 أكواب من الطحين الرز. يقابل هنا ربع كيلو لحم مثروم، لحم عجل بدون شحم. والله بس هو قصر ليها شرحة بدون شحم، بس شوية اكو بيها يعني خيط فطلع. المهم هاي اللحم لازم يكون لحم عجل، يعني على مود يتحمل الطبخة، وطيبة تصير بالعجل أطيب من الغنم. وهنا أنا عندي 4 حبات شلغم، وعندي باقة شبنت. البعض ما يخلي شبنت، لكن النجف وكربلة والكاظمية والكرادة يخلون شبنت. هنا أنا عندي باقة من السلق، هسه اغسلها وننظفها، و3 حبات بصل، ونص كاسة من الرز. وعندي هنا تمر هند، تمر هند منقعته. طبعا هم يسموها حامض شلغم لأنه الشلغم عادة احنا نسويه ويا الدبس ويا التمر حلو، بس هنا ويا المرقة يصير حامض، فمن هنا اجت التسمية حامض شلغم. اما البهارات الضرورية اللي احتاجها هي بهارات الكبة والكمون والكركم والكاري على مود تعطيها لون اصفر، وملح زين. وهنا فلفل اسود. هاي وين اخليها بالعجينة، نفس المواد نفس هاي البهارات اخليها باللحم بالحشوة. هسه انا شو راح اسوي؟ راح اغسل السلق وانقيه، خاف وحده صفرة مريضة، خاف وحده مدودة، خاف خربانة، اغسله واثرمه ثرم ناعم، واثرم البصل، واثرم الشلغم، واثرم المعدنوس، ويعني ماكو داعي اشوفكم شلون اثرم. وهنا أنا احتاج زيت للقلي، هذا زيت الزيتون، والله بركة، هو باخر انفاسه يوميا اطبخ من عنده. زين، وتابعوني. بالنسبة للسلق بعد ما تنقونه وتنظفونه، قبل لا تقطعونه يتنظف، لأنه خاف أكو ديدان يرقات ومن تثرموها تروح، يعني خاف تصير بالأكل. فأفضل طريقة هي الغسل قبل الثرم بالنسبة لكل الخضروات. وراح أغسله بمي وشوية ملح وشوية خل أبيض، يعني حتى يطمئن قلبي. خاف أكو بزونة بايلة عليه، خاف أكو سموم مواد كيميائية، راح أخلي له شوية خل وشوية ملح أبيض، يعني خاشوقة خل أبيض زين، وخاشوقة ملح، أي ملح لا تتقيدون، مو إلا ملح خشن. وأغسله غسل تمام، وحدة 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 يجي. هسه هذا الشبنت غسلته ونظفته، وراح اخليه بمحضرة الطعام اقطعه على مود ناعم. هذا قسم اخليه بالسوب بالشوربة يعني، وقسم اخليه بالكبة بالغلاف، يعني بالعجينة مالت الكبة، تصير كلش طيبة. طبعا هاي اكلة شتوية بامتياز. وحجي معا الله يذكره بالخير بشرنا، هذا طبعا عالم انواع جويه ما حد يعرفه، بس احنا نعرفه كم واحد. قال الشتاء راح يبدي بهالاسبوع، ان شاء الله يبشرنا بالخير، شتاء وبرد ومطر، وهاي من الاكلات الشتويه. هسه بعد ما ثرمت الشبنت وهذا اللحم مثروم وهذا الطحين خلطتهن، وراح اخلي البهارات والملح، بسم الله الرحمن الرحيم، واعجنهن. احتاج شويه مي، لا تخلون هوايه مي، شويه شويه، لانه حسب الطحين التمن مالتكم. انا هذا طحين تمن مال حصه وطاحنته، واكو طحين تمن مال عنبر موجود. شويه راح اخلي لها مي شويه، انتم عينكم ميزانك، يعني العجينه تشوفيها لينه تخلي لها شويه طحين، ثخينه يابسه تخلي لها شويه مي.
هسه هاي بعد هاي نراقلها مي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يوم جمعة وأكثر الصلاة على محمد وآل محمد. طبعا نفس البهارات اللي تخلوها بالغلاف مال كبة هي نخليها بالحشوة. هذا يراد له هواية مي. هذا قلاص أكلت من عندي وبعد يمكن تحتاج. يجوز انتم طحينكم غير شكل، نص قلاص ربع قلاص، عينكم ميزانكم. راح أكمل عجن وأثرمها بمحضرة الطعام أو مكينة مال لحم بكيفكم حتى تصير عجينة لينة وهالشي. وتابعوني. طبعا أخذت من عندي قلاصين مي. شوفوا أنتم مش قد تاخذ، قلاصين 3 يجوز قلاص حسب نوع طحينكم. شوفوا هسه أبقى أعجنها وراح أخلي بمحضرة الطعام شوية شوية، خاف تخرب المحضرة لأن ما يمشي العجين بيها. أو عندكم مثرمة مال لحم بعد أحسن. محضرة الطعام، ست البيت، أي شيء، المهم تعجنوه عجنة وحدة على مود يصير عجينة متماسكة. هسه راح أعجنه محضرة الطعام. شوفوا الفرق بين العجينة، شوفوها هاي عجينة معجونة بمحضرة الطعام، شوفوا شلون ناعمة ملساء، وبين العجينة اللي انعجنت بالإيد هيك هاي خشنة تكون. وهاي راح أكمل العجن، وإذا احتاجيتوا يعني تشوفوها ما تمشي شوي شوي خلوا، إذا ما تمشي خلوا قطرات من المي حتى تمشي الماكينة، وحافظوا عليها بنات. أنا عندي كانت ماكينة مال لحم انكسرت وخربت وذبيتها مع الأسف. بعد ما كملت هرس الطحين، عجن الطحين بالمحضرة الطعام، راح أتركه نص ساعة يرتاح، وحتى هذا الطحين تمين يشرب السوائل الموجودة بالشبنت وباللحم. يعني هو من طبعه انه الطحين تمين يشرب السوائل، يحب المي. هاي راح اغطيه نايلون، صينية، اي شيء تغطوه، اتركه نص ساعة بين ما اروح اسوي الحشوة واسوي الشوربة. هسه راح نبدي بالحشوة. خليت اللحم بدون مي بدون دهن، زين، على مود يذب المي مالته ويذب يعني طعم اللحم. بعدين اذب البصل. الكبة هاي من ليش نخليها لحم ويا الغلاف على مود تصير طرية من ترك الهشة، وبنفس الوقت قوية ما تنفتح ما تتفلش. اكو يعني احنا بزمن الخير كنا نسويها بدل ما تطلع الغلاف ابيض تطلع وردي من قد ما بي لحم. يعني مثل هذا ال3 قلاصات يخلون وياه نص كيلو لحم، انا خليت ربع يعني، لان حسب الميزانية والاسعار كانت وين بيش ربع اللحم وبيش. اصبر فد 5 دقائق ان اللحم يذب كل مية. يلا اضيف البصل والمنكهات وزيت. هسه ايش راح اضيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. البصل، واضيف المنكهات، واضيف شوية يعني حوالي فد خاشوقتين زيت الزيتون طبعا، وابقى احمس لين الى ان يعني تتجانس المواد وتشبع بالنكهات ويستوي البصل واللحم. وتابعوني. شوفوا بس نصيت النار، شوفوا المي، شوفوا المي، هذا المي مالته، نزل المي مالته، بس نصيت النار. وهسه راح اقبقه واخليه فد 10 دقائق على مود على البخار مال المي الجدر، يعني يستوي اللحم والبصل. مي البصل مي اللحم هو يستوي، اي مي ما خليت. هسه استوى اللحم، شلت القبق من عنده، استوى نهائيا اللحم والبصل مثل ما قلت لكم بدون اي مي مثل ما شفتوا. راح اخليه يبرد، ومن يبرد الف الكبة، وبين ما يبرد والف الكبة اسوي السوب يعني الشوربة او المرقة هي مالت حامض شلغم. هسه هذا جبت صينية وهاي العجينة راح الف الكبة
ها هيجي تلفوها شلون ما تلفوها اسطوانية، تلفوها كروية مدعبلة باللي يعجبكم. أنا أسويها من هاي الكروية، وأخلي حشوة زينة خلوه حتى تصير طيبة. ها وتلموها وتضغطون حيل حيل على مود لا يروح، على مود يطلع الهواء. هاي شوية محتاجة. تبدون يعني مثلا اللي ما تعرف تخليها بكوب ونايلون هم تصير، اللي ما تعرف تكبكب الكبر. راح اخليها اني هنا بدال المي راح اخلي زيت احسن من المي، والفلف وتابعوني. هذا استبدلت الزيت بدال المي احسن حتى ما تنفتح الكوبايه. بسم الله الرحمن الرحيم. شلون عجينه لينه ملساء لينه ناعمه، شوفوها شلون عجينه. صلوات على محمد. هذا لازم نشبنت بيها. مرات اروح بيت وما مخلي نشبنت بالكبه فما احبها. انا احب ان نشبنت بالكبه يعطيها طعم وذوق ومفيد طبعا. ها. بسم الله الرحمن الرحيم. هيجي دعبلوها تصير كبة ملساء مدعبلة. هاي راح اسويها ارجع لها. ها اسوي لكم الثانية ثالثة ثانية. شوف شلون لونها حلو. خلوا هواي بيها حشو لحم تصير طيبة. أنا مخلية بالعجينة لحم. شكلوها تشكيل جيد متساوية. كوباية صغيرة مو كبيرة ويحير واحد ياكلها، يعني حتى هي ياكلها لوحدها مو كبيرة وتظل زايدة على مود إذا ما كفت الأولى ياكل الثانية. هسه لفيت هاي الصينية على قد التصوير لين اتأخر هواية الف البقية، وهم على قد غداني. اكمل هذا التصويره وبعدين هذا على كيفي الفه. وهسه اروح للطباخ تابعوني. هسه هنا جدر خليت زيت. راح اخلي البصل هاي للمرقة طبعا، الشوربة او المرقة شو يسموها. احمس البصل واضيف المنكهات كاري وكمون وكركم، الكاكات الثلاثة. زين هسه اضيف الشلغم. اخليهم يعني تتجانس المواد مع بعض هالبصل والهاي. راح شو اسوي هسه؟ اغلق الجدر، اقبقه، اتركه فد 10 دقائق 15 دقيقة لحتى يموع كل الشلغم والبصل، وبعدين اضيف السلق. هسه بعد 20 دقيقة شوفوا شلون صار الشلغم لابس والبصل صار اشقر والريحة وصلت لمنزار. شو راح اسوي هسه؟ راح اضيف السلق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تخافون تقولون هواية، ترى يقدر يصير هالقد وتصير كاسة. نزل السلق ونقلبه، وبعدين نطبقه حتى على البخار يستوي. هم انتظر فد 10 دقائق 20 دقيقة حسب نوع طباخكم. شوف نزل المي السلق مالته، شوفوا ايش قد خلينا كمية كلها ماعت وراحت. نزل هسه راح اخلي هذا التمن على مود يسويها يعطيها طعم ويثخنها
زين. وهذا التمر هند، يا سمرة يا تمر هندي، هذا قلاص من التمر الهند، وشوية مي هم قلاص، ونشوفها إذا احتاجت مي نضيف لها، ونذوق هي تحتاج ملح تحتاج حموضة. شوفوها شلون تحفة فنية، تحفة فنية والله. بعد يراد لي قلاص مي على مود اسلق بيه الكبة، يفور المي يلا بعد يراد لي قلاص حتى اسلق بيه الكبة. طبعا اخذت 3 قلاصات مي وقلاص مال التمر هند. هاي فارت فورتين، خلوها تفور فورتين 3 لما التمن كلش يستوي، والشلغام هو الشلغام بساع يستوي. هسه نضيف الكبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزلهن. نزل كل هاي المجموعة اللي عندي. ونضيف الشبنت هاي هنا الإضافة الأخيرة الشبنت، يعني مرقة خضراء خضراء، لوحة فنية هاي، مو مرقة ولا شرب، هاي لوحة فنية صدق متعبة شوية، بها عدة خطوات بس كلش طيبة. بنشوفوها هسه. راح اترك الكبة هنا انزلها كلها واتركها فد ربع ساعة 20 دقيقة، شوف حسب طباقكم وحسب نوع الطحين مالتكم. هسه بهالمرحلة شوفوا صعدت الكبة لفوق، ما دام صعدت الكبة لفوق اذا كبتنا ناجحة والكبة مستوية. تقول طلعوني استويت. من علامات نجاح الكبة واستواء الكبة هي تطفح لفوق، شوفوها كلها صاعدة لفوق. صلوات على محمد وآل محمد. انتهت كبتنا لهذا اليوم حامص شلغم، شوفوها. هسه راح اصبها هنا بالمعون، وهذا الزاد راح خليته بصينية، وخلي الجوا نايلون حتى لا يلزق بالصينية. من اريد اسوي نفس هاي الكبة او غير كبة نفس الشيء هم حمرا يصير، وهي جامدة انزلها بالكبة الفور. هسه اذا عجبتكم طبخاتي وعجبتكم اكلاتي فعلوا الجرس واشتركوا وياي حتى يصلكم كل جديد. شكرا والى اللقاء. شوفوها شلون هشه، شوفوها شلون هشه وما متفلشه. بسم الله الرحمن الرحيم. ممتازة ممتازة. عاشت اجت ام هاشم صديقتي دكتورة سلام علمتني اياها هاي، يعني انا اعرفها بس هي عادت لي اياها.